عملية يوم 6 من أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. كلنا نعرف عن حرب أكتوبر وانتصار الجيش المصري اللي هيفضل يتكلم عنه التاريخ والعالم كله. إنما النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن حرب أكتوبر بس بشكل مختلف. هنعرف مع بعض أهم الخطط والخدع الاستراتيجية اللي كان ليها دور كبير في تحقيق النصر. لو عاوزين تعرفوا الكلام على إيه كملوا معانا. من أهم الخدع اللي استخدمت في حرب أكتوبر هي الشفرة اللي استخدمها قادة الجيش المصري في الحرب عشان يبلغوا التعليمات والأوامر للضباط والجنود في مواقع العمليات. والجدير بالذكر إن اللغة اللي استخدمت في كتابة الشفرة هي اللغة النوبية، لغة مش موجودة في أي قاموس من قواميس العالم، لأنها ببساطة لغة بيتكلم بيها النوبيون لكنها مش بتتكتب، يعني لغة محادثة مش لغة كتابة. وده اللي صعب فك الشفرة على الجيش الإسرائيلي وخلاهم مش قادرين يلقطوا أي إشارات أو رسائل لقادة الجيش المصري. وصاحب فكرة الشفرة كان البطل أحمد إدريس. وبالفعل بدأوا في تنفيذ الفكرة واستعانوا بالمجندين النوبيين واللي تقريبا بلغ عددهم ساعتها حوالي 70 جندي من حرس الحدود، وتم تدريبهم كلهم على إرسال واستقبال الشفرات. وده طبعا كان ليه دور كبير جدا في انتصار الجيش المصري في الحرب. بس الخدعة ما انتهتش هنا، بالعكس حرب أكتوبر كانت خير دليل ان الحرب خدعة، وان الجيش المصري وقياداته كانوا بيفكروا حتى في المستحيل عشان بس يحافظوا على أرض وطنهم. نقدر نقول ان محاور خطة الخداع الاستراتيجي الخاصة بحرب أكتوبر كانت متقسمة بحيث انها تشمل الجانب الإعلامي والسياسي والاقتصادي. يعني مثلا على سبيل المثال تم تسريب معلومات للجيش الإسرائيلي بأن الجيش المصري هيقوم بمناورات تدريب شاملة مش حرب في الفترة من 1 وحتى 7 أكتوبر، وده طبعا خلى الجيش الإسرائيلي ما يبقاش في حالة استعداد كاملة اعتقادا منهم ان دي مجرد تدريبات للجيش المصري. وفضلوا معتقدين ده حتى بعد ما الحرب الفعلية بدأت بفترة. وده اتكرر أكتر من مرة في سنة 1972 و 1973. تتسرب للجيش الإسرائيلي معلومات إن المصريين هيقوموا بالحرب، فيعلن الجيش الإسرائيلي التعبئة، ودي طبعا كانت بتكلفه مبالغ طائلة. ومع تكرارها بقى عند الجيش الإسرائيلي قناعة إن مصر مش هتحارب، وده بالظبط اللي كانت عاوزة توصله القيادة المصرية. ومن ضمن المعلومات اللي اتسربت إن انتشر في جريدة الأهرام إعلان إن هيتم تسجيل الضباط الراغبين في تأدية مناسك الحج في الفترة اللي جاية، وكمان أعلنوا عن تنظيم دورات رياضية عسكرية. وكل ده طبعا كان بينفي فكرة الاستعداد للحرب، وده خلى إسرائيل تعتقد إن مصر مش هتخوض أي حرب وإن مش هيحصل أي هجوم من الجيش المصري. والجدير بالذكر إن قبل إعلان الحرب ب5 أو 6 شهور تم التنسيق بين جهات كتير وهي وزارات الإعلام والخارجية والدفاع عشان يشاركوا في تطبيق خطة الخداع. وساعتها تم نشر أخبار سلبية عن سوء الوضع الاقتصادي في مصر وتصدير فكرة إن مصر مش هتقدر تخوض أي معارك وإنها مش قدامها اختيار تاني غير إنها تقبل بحالة السلم. وده كله طبعا كان بيزود اطمئنان الجيش الإسرائيلي بإن خلاص مصر على وشك الاستسلام. ويوم 4 أكتوبر أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن تسريح 1000 جندي احتياطي. وكانت المفاجأة صباح يوم 6 أكتوبر لما أمر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعمل حركة تمويه للعدو، وهي نشر فرق خاصة على طول القناة، وكانت مهمتهم إنهم يتحركوا من غير خوذة ولا أسلحة، لا وكمان يستحموا ويصطادوا السمك وكأنهم بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. مش بس كده، ده تم إصدار قرارات أجازة خاصة ببعض الجنود في اليوم ده عشان يوهموا العدو إن مفيش حالة حرب. وخطط الخداع ما اقتصرتش على ده بس،
لكن الخدعة الكبرى كانت في اختيار ساعة الصفر نفسها، تحديدا الساعة 2 الظهر في 10 من رمضان والسادس من أكتوبر. وده كان لأسباب كتير، أولها إن العدو مش هيخطر في باله إن الجيش المصري هيخوض حرب في شهر رمضان وهم صايمين، وكمان اختيار ساعة الحرب إنها تبقى 2 الظهر اللي هو في عز تعامد الشمس فوق رؤوس العدو بشكل يصعب عليهم الرؤية. وده طبعا شيء ما توقعوش العدو، لأن معروف إن العمليات العسكرية مع أول ضوء أو آخر ضوء. وكان من أسباب اختيار اليوم ده هو إنه بيوافق في إسرائيل عيد الغفران اليهودي، وده إسرائيل فيه بتبقى في أجازات ومحدش بيعمل حاجة، وده طبعا بيعيق ويصعب عليهم حركة تعبئة الجيش. في حرب أكتوبر كان أهم عناصر المفاجأة للجيش الإسرائيلي هو الجندي المصري اللي فاجئهم بشجاعته وعزيمته وإرادته وقدرته على التضحية في أي وقت لأجل بس يحافظ على أرض وطنه. ويكفي إن الجندي المصري في الساعات الأولى من الحرب كان بيواجه مدرعات ودبابات الجيش الإسرائيلي لوحده، وقدر أفراد المشاة من تدمير المئات من دبابات ومدرعات الجيش الإسرائيلي قبل عبور دبابات ومدرعات الجيش المصري. وصدق اللي قال إن قصة حرب أكتوبر لا يمكن اختصارها ولا يقدر كلامنا يوفيها حقها. حرب أكتوبر كان هدفها استعادة أرض الفيروز، قطعة من قلبنا، بس تمنها كان غالي، عشان تمنها كان دم ولادها وتضحياتهم وسنوات كتير من صمود وإرادة الشعب المصري. فكيف للحروف أن تنزف دما، وللنقاط أن تزرف دمعا، وللفقرات أن تحتضن تراب الوطن. حرب أكتوبر كانت وما زالت وستبقى ملحمة عسكرية مصرية متكاملة الأركان، حرب أثبت فيها الجيش المصري شجاعته وعزيمته وإرادته وقوته للعالم أجمع. تحيا مصر ويحيا جيشها وشعبها.